في بدايتي في التمرين ما كنتش رايح لوحدي الصراحة، مش هاقول لك أنا رُحت بطولي وكسّرت الدنيا، لأ أنا كنت رايح مع أخويا وواحد صاحبي، وأول ما دخلت الgym اتعرّفت على الcoach. كان كل شخص بيتمرّن كان ليه جدول محدد على حسب إذا كان مبتدئ والّا متوسط والّا محترف، وكل شهر الجدول بيتغيّر. أنا بدأت مع الcoach ده بجدول مبدئي هاتمرّن بروس بليت عضلة واحدة بس في اليوم، واللي حصل إن أنا كنت شايف تطوّر كبير جدًا الحمد لله، وفضلت مستمر بالطريقة دي لحد ما في يوم فتحت التيك توك بابُص لقيت إن في ناس بتقول إن تمرين العضلة مرّة واحدة في الأسبوع ده حرام جدًا، رغم إن أنا شايف تطوّر كويس وشايف إن التمرين يعني نتيجته كويسة والدنيا تمام التمام. حصل لي بقى ساعتها عملية تشتُّت مش طبيعية، إن أنا مش عارف دلوقتي أنا أتمرّن إيه، مش عارف المفروض أعمله، مش عارف إيه الصح إيه الغلط، أتمرّن مرّة واحدة، أتمرّن مرّتين، وكان عندي قلق وتوتر لإن أنا كنت شايف إن أنا يعني لو اتمرّنتها مرّتين افرض المرّة واحدة أفضل، وهادّي العضلة حقّها إزاي لو اتمرّنتها مرّتين. وتاني حاجة افرض اتمرنتها مرة واحدة، ما يمكن الأبحاث بتقول لك اتمرنها مرتين ومرتين ده هيكون أفضل. اللي كان بيقول لي اتمرن العضلة مرة واحدة كان جسمه أحسن من الشخص اللي بيقول لي اتمرنها مرتين، فكنت أكيد مقتنع إن مرة واحدة دي أفضل حاجة. الاقي شخص تاني جسمه أفضل من الاتنين وبتمرن العضلة مرتين، فأنا كنت في لبخة كبيرة. والله شخص أحسن من الشخص ده كمان بتمرن العضلة 3 مرات. ففهمت خلاص بقى ان كل ما ازود عدد المرات كل ما التطور هيكون احسن. بس اخش اتفرج على البيج رامي الاقي البيج رامي ما شاء الله اكبر منهم كلهم وبتمرن العضله مره واحده، فكان حاصل لي عمليه تشتت. والله كانت دماغي كانت هتنفجر، اوفر ثينكينج مش طبيعي. ولو انت كنت في الحاله ديت وعامله لك مشكله، فالفيديو ده ظاهر لك مش بالصدفه، وظاهر لك عشان يفهمك الحوار ده، هل تتمرن العضله مره واحده ولا مرتين ولا اكتر من مرتين. فكمل الفيديو ده للاخر لان انا هجيب لك من الاخر. بس في الاول خالص انا اسمي خالد ناصر، القناه دي معموله للناس اللي حابه تتمرن وللشباب عامه اللي مصابه بالسكر واللي عايزه تطور جسمها، لان انا مصاب بالسكر بقالي 5 سنين، والحمد لله قدرت احول شكل جسمي من الشكل ده للشكل ده في حوالي سنه ونص سنتين. فبشاركك تجربتي من الرياضه والتمرين وازاي قدرت اعمل التحول ده اذا كنت مصاب بالسكر او اذا كنت بتتمرن عادي. فيلا اربط حزام الامان وهات اي حاجه تشربها لان احتمال الفيديو ده يطول مننا شويه، ويلا بينا على الفيديو. وعايز قبل ما ابدا الفيديو عايز افتكر لك موقف كان حصل معايا في الجيم. انا كنت بتمرن زي بالطريقه اللي قلت لك دي، اتمرن صدر لوحده، ظهر لوحده، كتف لوحده، دراع لوحده، رجلين لوحدها. تمام. ففي مره وانا بتمرن صدر عملت حاجه ان انا دخلت تراي معاها لعبت تراي، فلقيت الكوتش اللي في الجيم بيبص لي وبيبرق لي. قلت له في ايه يا كوتش؟ قال لي انت كده اللي عملته ده غلط كبير جدا. قلت له غلط في ايه يا كوتش؟ قال لي كده الدم موجود في الصدر هيروح في التراي وكده خلاص التمرينه بتاعت الصدر راح. انا ساعتها بقى اتجننت وما عدتش لعبت خالص عضلتين مع بعض وبدات العب صدر مره واحده، لان ما شاء الله الكوتش بتاع الجيم كان ما شاء الله عليه يعني فورمه كبيره. اتمنى تشوف الوعي اللي كان موجود عندنا كان عامل ازاي، والوعي بالرياضه والوعي بالتمرين كان واصل لحد فين، ان هم مفكرين ان الدم هو اللي بيكبر على العضله. فما علينا من الموضوع ده، خلينا نسال سؤال بسيط: العضله بتكبر ازاي؟ العضله بتكبر عن طريق البروجريسيف اوفرلود. ازاي بروجريسيف اوفرلود؟ اللي انت مثلا شلت 20 كيلو جبت بيهم 5 عدات مثلا في اي تمرين، مثلا قلت صدر مستوي فجبت بيهم 5 عدات، جت المره اللي بعدها شلت نفس الوزن وجبت بيه 6 عدات او 7 عدات، انت كده عملت بروجريسيف اوفرلود. وعلشان تقدر تعمل البروجريسيف اوفرلود ده بشكل مستمر انت هتحتاج دايما تكون تغذيتك كويسه، ودايما تكون نايم كويس، ودايما عامل كل الحاجات التانية صح علشان تقدر تعمل البروجريسيف اوفرلود ده بشكل يعني متكرر، تبقى بتكسر وزن او بتزود عدات علشان النمو العضلي يفضل موجود. فعايزك دلوقتي تشيل موضوع تتمرن العضله مره او مرتين وتركز على الموضوع ده. العضله بتكبر عن طريق زياده الاحمال التدريبيه عليها، شلت وزن تحاول تزوده، شلت وزن تحاول تزود عده، وعلى كده. ولو عندك مشكله في الموضوع ده ان انت مش عارف تزود عداد والكلام ده فاكتب لي تحت في الكومنتات بسرعه لو كنت حابب فيديو عن الموضوع ده اعمله لك. بس انت دلوقتي فهمت العضله بتكبر ازاي عن طريق البروجريسيف اوفرلود. وزي ما اتفقنا علشان تعمل البروجريسيف اوفرلود ده بشكل مستمر انت محتاج تكون تغذيتك كويسه، ومحتاج تكون بتنام كويس، ومحتاج تكون بتعمل كل الحاجات اللي بتخلي فيك باور وطاقه بشكل كويس، وتبعد عن العادات السيئه لان دي بتمنعك. عارف ان النقطه دي بره الفيديو، بس صدقني انت مش تقدر تعمل بروجريسيف اوفرلود وهتلعب ربع عده تبقى نازل كده بتلعب كوع علشان خاطر تقنع نفسك انك بتعمل بروجريسيف اوفرلود. ويلا بينا على تاني نقطه، وبتقول ليه تتمرن العضله مرتين وما تتمرناش مره واحده. علشان كالاتي: انت دلوقتي بتتمرن عضله الصدر، هديك كذا مشكله ممكن تكون بتحصل معاك. اول حاجه طاقتك، انت في اول شكل اكيد
مش بتبقى قوتك زي اخر شكل. اول شكل بتشيل فيه اوزان تقيله، اخر شكل بتظلم فيه الصدر بشكل جبار. لو انت مثلا بتنهي بالصدر السفلي فصدقني الصدر السفلي عندك متدمر، او ايا كان اللي بيحصل، المهم طاقتك ما بتبقاش افضل حاجه، فما بتعرفش تأدي في كل تمرين لان انت مرهق، لان انت بتخش على عضله 6 اشكال وخمس اشكال، فانت بتكون مرهق كل شكل 3 4 مجاميع، فانت بتكون مرهق بشكل كبير، فما بتعرفش تأدي في كل تمرين وفي كل مجموعه بالقوه الكافيه اللي تطورك. فالحل في الموضوع ده بكل بساطه، لو انت مثلا بتلعب 6 تمارين للصدر مثلا، ما تلعبهمش كلهم في يوم واحد، يعني ملهاش لازمه، اصل انت كده مش هتأدي بشكل كويس، فقسمهم على مرتين. هتلعب مثلا اول 3 اشكال في اول الاسبوع، وفي نص الاسبوع ال3 اشكال التانيين، وبكده يبقى انت اديت ال3 اشكال اللي في اول الاسبوع حقهم، وال3 اشكال اللي في اخر الاسبوع حقهم 100%، وانت كده اتمرنت بكفاءه عاليه. تاني حاجه، احنا فهمنا ان البروجريسيف اوفرلود هو اللي بيطور العضله، اتفقنا خلاص، هو اللي بيخلينا نكبر نكتسب عضلات والكلام ده كله. طب هيكون افضل دلوقتي لو احنا عملنا بروجريسيف اوفرلود مره واحده في الاسبوع، ولا عملناها مرتين في الاسبوع؟ طبعا انت هتقول لي لا يا كوتش مستحيل، طب الاستشفاء، طب انا هقدر اخلي العضله تستشفى في 3 4 ايام؟ انا كده مش عارف اتمرنها تاني. وممكن تقول لي انا جربت زمان اتمرن عضلتين وببص بلاقي نفسي بلعب العضله المره اللي بعدها والعضله لسه بتوجعني، هقول لك يبقى انت اكيد فاهم الموضوع غلط. في ناس بتفهم الموضوع غلط، يعني مثلا مفكرين ان هم لو يلعبوا العضله مرتين ان هم المفروض كل مره يلعبوا 6 اشكال وكل شكل 4 مجاميع، كانهم مثلا بتمرنوها مره واحده في الاسبوع، وده اكيد بيخلي الاستشفاء عندك ما يبقاش موجود اساسا. انما لو جيت ببساطه واخترت عدد مجاميع، مثلا اخترت انك هتلعب للصدر مثلا حوالي 10 مجاميع مثلا زي انا، وجيت وحطيت 5 مجاميع في اول الاسبوع و5 مجاميع في اخر الاسبوع، هتلاقي الاستشفاء عندك كويس جدا، بالكتير قوي يومين 3 ايام وتقدر تتمرن العضله تاني بقوه وتقدر تأدي. فمش مستاهله اكيد ان انت تسيب العضله لمده اسبوع مش بتتمرنها. والموضوع بيفرق من شخص للتاني، ممكن واحد يحتاج وقت اكتر للاستشفاء، واحد يحتاج وقت اقل، واحد ممكن تلاقيه في يوم لو متمرن العضله وموتها تلاقي الاستشفاء عنده جبار، تاني يوم كأنه اخد استرويد. طبعا انت هتقول لي دلوقتي طب خلاص انا الاستشفاء عندي بيطول يا كوتش، مش يعني مش لازم العب العضله مرتين، واكيد مش ده الحل. الحل انك تقلل عدد المجاميع نوعا ما لحد ما تلاقي الاستشفاء بتاعك كويس لمده 3 ايام مثلا. يعني مثلا لو انت بتتمرن بوش بول ليجز لمده 6 ايام ورا بعض، زي مثلا انا بتمرن يوم السبت اللي هو البوش، يوم التلات بتبقى عضله الصدر كويسه فبقدر اتمرن البوش تاني والدنيا تمام التمام الحمد لله. في شخص تاني ما يقدرش يعمل كده، في شخص تاني ما شاء الله الاستشفاء عنده جبار لدرجه ان هو ممكن يتمرن 3 مرات في الاسبوع نفس العضله، وده انا جربت اعمله بس لقيت جسمي مش جاي خالص، رغم ان انا كنت بتمرن في المره حوالي مجموعتين او 3 مجاميع، بس لقيت الاستشفاء عندي متدمر والعضلات مش بتستشفي وكنت هتصاب. انت اللي عليك على الاقل تتمرن العضله مرتين في الاسبوع، اي جدول تمرين بقى، بوش بول ليجز، ارنولد سبليت، ابر لور، ايا كان انت هتعمل ايه، بس اهم حاجه ما تتمرنش العضله مره واحده في الاسبوع. سيبك من كلمه أنا لازم ادي العضله حقها، والعضله لو ضعيفه عندي لازم اديها حقها، وان الصدر ضعيف عندي لازم اتمرنه واديله حقه. يا باشا ما تحسبش كده خالص، الحل انك تعمل بروجريسيف اوفرلود عليه على طول، وانك تزود الاحمال التدريبيه. وفهمنا ان انت لو زودتها اكتر من مره في الاسبوع ده هيكون افضل اكيد. ولو جيت لتجربتي الشخصيه، انا كنت شايف تطور نوعا ما بالعضله واحده بس في اليوم زي اغلب الناس، بس اللي حصل ان التطور قل وكده، فجربت ان أنا اتمرن العضله مرتين وشفت تطور كويس. ففي نهايه الفيديو الجميل ده عايز اقول لك حاجه بسيطه، اتمرن اي جدول، يعني سيبك من الكلام اللي انا قلته ده كله واتمرن اي جدول. انما لو انت تطور عندك مش كويس وحابب انك تتطور بشكل اسرع، اتمرن العضله مرتين. انما لو انت بتحب تتمرن العضله مره واحده، اتمرنها مره واحده. يا عم انا بقول لك اتمرنها مره واحده وهتشوف تطور احسن من شخص تاني، لان اللعبه دي من الاخر معتمده على الاستمراريه. بس من الاخر التمرين مرتين احسن، او تمرين اكتر من مره في الاسبوع، والتردد هيكون افضل. بس لو انت مرتاح على التمرين مره واحده بس في الاسبوع وشايف تطور كويس ومبسوط، اتمرن مره واحده. في الفيديو ده انا مش بجبرك لازم انت تتمرن مرتين، لو اتمرنت مره واحده يعني مش هتتطور، لا يا باشا، انت لو اتمرنت مره واحده بس في الاسبوع العضله احسن من ان انت ما تتمرنهاش اساسا وتقعد في البيت وتكره التمرين. ونفس الكلام بالتمرين بالعلم، انك تتمرن اجهزه والكلام ده كله، اتمرن اللي انت عاوزه برضه. حبيت اقول لك النقطه اللي في الاخر دي علشان خاطر ما تكرهش التمرين، لان في ناس كرهت التمرين بسبب الموضوع ده، وفي ناس مبوظين الجيم عندنا بسبب الموضوع ده. كل واحد يلاقيه جايب البنش ومش عارف ايه وجاي يحطه على الكابتن
كابلات، واخر الكابلات مش عارف شاريها ولا دفع اشتراك كابلات ولا ايه ده بالظبط. وانا كنت نفس الكلام، كنت بروح اتمرن كابلات بس فقط. فمش مستاهل. انت كده ولا كده تعمل عضلات، بس اللي انا قلته لك في الفيديو ده هيساعدك تعمل عضلات بس اسرع من الشخص التاني. اتمنى تكون استفدت. لو انت عايز خطه كامله متكامله مصممه ليك على حسب الاكل اللي انت بتحبه وعلى حسب التمرين اللي انت بتحبه، ولو حابب تاخد مكملات، او لو حابب مثلا تستفسر عن شيء معين في الرياضه، او اذا كنت مصاب بالسكر، او اذا كنت انسان طبيعي، سايب لك في الديسكريبشن لينك الانستجرام ورقم البتاع للواتساب. خش ابعت لي رساله وابعت لك تفاصيل التدريب الاونلاين. ولو عايز تسال اي سؤال ابعت لي برضه لو سؤال شخصي، انما لو عايز تسال سؤال عادي الكومنتات عندك اكتب لي، بتفاعل على اي كومنت كده ولا كده. مفيش تفاعل كبير على القناه، بس انا يعني مبسوط جدا ان في نوعا ما ناس بتتفرج على الفيديو للاخر ومبسوطه. فلو انت كملت لحد هنا اكتب لي اي حاجه في الكومنتات، اي حاجه مثلا تشير، قول لي اتفرجت للاخر يعني. وبس كده، اعمل لايك، اعمل اشتراك، اشوفك في الفيديو الجاي. سلام يا أحمد.